لما الهاكر بيعمل مونيتورنج للنتورك ترافيك او بيعمل مراقبه للداتا او البيانات اللي بتتنقل على الشبكه بدون ما يغير فيها وبدون حتى ما يأثر على موارد واجهزه الشبكه، ده بيسمى بالباسيف اتاك او الهجوم الغير نشط. باستخدام برامج السنيفنج واللي ابرزهم طبعا الواير شارك، يقدر يقوم بعمليه استطلاع او ريكونيسنس على النشاطات اللي بتحصل على الشبكه، زي انك دخلت على ويب سايت معين وكتبت اليوزر والباسورد، او بتبعت ايميل فيه معلومات مهمه، او بتبعت فايلز لحد تاني، او اي حاجه بتقوم بيها على الشبكه. ده كله الهاكر ممكن يعرفه. طب ازاي الكلام ده؟ الهاكر بيعمل كابتشر للداتا او بيشوف الداتا كلها اللي بتتنقل على الشبكه بتاعتك، حتى الفايلز. شرط ان كل ده يكون انكريبتد او غير مشفر او حتى مشفر تشفير ضعيف، وبيكون هدفه من ده كله ان هو يجمع اكبر قدر من المعلومات عنك. المعلومات دي ممكن بعد كده يستخدمها في عمل الاكتيف اتاك او الهجوم النشط. خطوره الموضوع ده بقى انه بيتم بدون وعي منك، لان الاتاكس دي بيكون صعب جدا انك تكتشف ان في حد بيعمل سنيفنج عليك او بيعمل كابتشر للداتا اللي بتتنقل على الشبكه عندك، لانه ما اثرش على الداتا دي وما اثرش على موارد الشبكه زي ما هنشوف بعد كده في الاكتيف اتاك. معنى كده ان في حد ممكن يكون بيعمل سنيفنج عليا دلوقتي وشايف كل نشاطاتي ومراقب كل تحركاتي على الشبكه وانا ما اعرفش؟ ايوه ممكن. طيب ايه الحل دلوقتي؟ الحل دلوقتي ان احنا هنخلي الداتا بتاعتنا كلها انكريبتد او مشفره. هعرفك ازاي تعمل الكلام ده في فيديو كامل خطوه بخطوه على اليوتيوب، وهسيب لك لينك القناه في البروفايل.